السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم سأكون معكم بشكل حصري وخاص ولأول مرة منذ وقت طويل بشكل صوتي في الفيديوهات الطويلة منذ عودتي للنشر مرة أخرى على قناة اليوتيوب. وأكيد اللي بيتابعني بيعرف إني أنا بنشر مقاطع قصيرة ريلز وبستخدم فيها المقاطع الصوتية، ولكن الفيديوهات الطويلة معتمدة فيها النصوص باللغة العربية واللغة الإنجليزية. واليوم أنا موجودة معاكم بشكل خاص من أجل نكون واضحين وصريحين وتعرفوا أنا ليش بنزل محتوى الطبخ. أنا أشعر أنه من هواياتي أني أنا أنشر وأصنع المحتوى، وفكرت كتير وجدت أنه محتوى الطعام من المحتويات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على يوتيوب، وأنا من الأشخاص اللي بتحب تحضر فيديوهات الطعام. واليوم رح أعملكم شوربة دجاج بلسان العصفور والخضروات، صحية ومناسبة للأشخاص المرضى واللي بيعانوا من وعكة صحية. الآن راح أستخدم زيت الزيتون، ححط نتفة مش كتير، راح أقلب فيها البصل وأحط الدجاج وأقلبه. وطبعا يعني بحب إنه يكون الدجاج صار متماسك. بعدها راح أضيف الخضروات المتواجدة واللي بتحبوها، يعني لو في صنف من الأصناف الموجودة هنا ما بتحبوه ما تضيفوه، لو بتحبوا صنف تاني بإمكانكم إنكم تضيفوه. راح أقلب المكونات مع بعض، وبعدين راح أسيبهم على نار هادية طبعا، وأسكر عليهم لحد ما يتحمروا شوية صغيرة. في هذا الوقت راح أجيب مقلة وراح أقلب لسان العصفور بشوية زيت زيتون. طبعا لسان العصفور أكيد هو مش لسان عصفور حقيقي، ولكن هو أعتقد إنه يصنع من القمح، ولكن عشان بيشبه لسان العصفور. راح أقلبه لحد ما يصير لونه بني أو أشقر، بعدين راح أنزله على الدجاج. المهم أنا رسالتي اليوم إنه أنتوا تدعموني وتشاهدوا فيديوهاتي، وطبعا أنا بانتظار تعليقاتكم لتطوير المحتوى. وأنا أرجوكم يعني اللي ما عنده تعليق إيجابي على الأقل عند الانتقاد أو يكون في إشي سلبي يكون باحترام وبأدب، يا إما أنا راح أحذف هذه التعليقات. الآن راح أضيف لسان العصفور بعد ما حمرته، راح أقلب المكونات كلها مع بعض، بعدين راح أضيف الماء. طبعا لسان العصفور أنا قلبته علشان ما يصير الشوربة زي الخبيصة. أكيد اللي بيعملوا لسان العصفور بيعرفوا إنه لسان العصفور بيعجن وبعدين بيخلي قوام الشوربة كثيف جدا جدا، وممكن إذا بردت الشوربة تصير كأنها قالب واحد من كتر ما لسان العصفور بكثف الشوربة. الآن حضيف الماء، طبعا الماء حنضيف بالزيادة لأنه لسان العصفور راح يشفط من المية، وعلشان قلنا ما يصير القوام كثيف. الآن عشان إحنا قلبنا الدجاج مش راح نشيل الزفر، راح أحط نص معلقة من الفلفل الأسود، ورق غار، وراح أحط عصرة نص ليمونة، حسيبهم يستويوا وبعدين راح أقدمهم. وبالنسبة إلي الطعام هو أذواق، يعني أنا بطبخ الوصفة بطريقة وإنتو بطريقة، وكلنا بنصنع الطعام حتى نسد حاجة الجوع. بتمنى إنكم تدعموني وتتابعوني وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، والسلام عليكم.